صباح الخير. احنا النهارده في الزمالك هنتكلم عن موبايل مي 10 بس مش مي 10 تي برو اللي انا عملت عليه ريفيو في الفيديو السيلفي والواد انجل. النهارده هنتكلم برضو عليه بنفس الحاجات، بس هنتكلم برضو هل الكاميرا بتاعته اوسع، هل هينفع لواحد مبتدئ يوتيوبر. الفرق السعر ده ب 8400 وده 13 وحاجه، فهل الفرق ده هينفع يدي اللي هيجيب الموبايل ان يبقى في اليوتيوب احسن، المحتوى بتاعه هيبقى احسن في التصوير وفي الاضاءه وفي كل حاجه. فده اللي هنعرفه النهارده. نسيت اقول لك ان هو برده 108 بكسل زي التاني، هل ده هيفرق؟ فيلا بينا. اول حاجه هنجربها اصلا اكيد السيلفي، عشان اي يوتيوبر اصلا لازم يشوف نفسه وهو ماشي تمام. فتقريبا برضو نفس الفتحه هنا اوسع من زي التانيه، يعني انتوا لو ملاحظين ان انا علي ده كان كل شويه يهرب مني، ان كنت انا مقرب كده تمام. فلا هي دي تمام، انا عجباني كسيلفي. موبايل كده معرفش الصوت طالع حلو ولا لا، بس مبدئيا كده الفيديو السيلفي تمام، بس ممكن يبقى فيها هزات بس لا تمام مبدئيا كده. لو انت هتشتري عشان السيلفي انا قلت لك في الموبايل تاني ما تشتريش، بس لا ممكن تشتري عشان السيلفي. انت رايك يا بيو؟ انا التليفون بصراحه عاجبني جدا. لا علي صوتك. اوكي، انا التليفون بصراحه عاجبني جدا، ان انا بحب التصوير، فالتليفون بقى غنيني كتير قوي عن الكاميرا، سواء بقى لو هصور فيديو فلوجات يعني فيديوهات كبيره او سواء فوتو. فهو بصراحه التليفون حلو جدا يعني. استنى نشوف كيف ده. جامد. يلا بينا المرحله الجايه. اكيد لازم اجرب الوايد انجل، عشان مبدئيا اي يوتيوبر اصلا في الاول مفيش حد بيساعده ولا بينزل معاه ولا بيصوره ولا اي حاجه، فلازم هتستخدم الكاميرا الوايد انجل عشان تجيب كل اللي وراك، عشان تحس ان بيمسح وراك. انا مبدئيا جربت المايك في السيلفي عجبني جدا، وهتلاقي مثلا الصوت يخبط عليك من هنا او يخبط عليك من هنا ودانك، لو انت لابس السماعات هتعرف الفرق. فلا كوايد انجل اكيد جايباني كلها، وبيبو صاحبي اهو جه. فمبدئيا اصلا هو بيتكسر. مبدئيا الوايد انجل لا هي ككاميرا حلوه. فلو هتشتري برضه عشان الوايد انجل والالوان لو انتوا شايفين اهو بيبو بيحاول يستخبى منها عشان هو بيتكسر. فمبدئيا لو انت هتشتري موبايل عشان وايد انجل، فانا لا برضو انصحك ان انت ممكن تشتري كده ال 120 برو اوحش في السيلفي دلوقتي. 100 بس حلو في السيلفي وحلو في الوايد انجل وحلو في المايك، ولسه هنجرب البطاريه في اخر اليوم على اساس كلام بيبو اللي هو كان شحنه 100%. ففي اخر اليوم هنعرف البطاريه وصل لكام، وانا اقول لكم برضو في الاخر. يلا بينا على المرحله اللي بعديها. مبدئيا كده في الموبايل ده عجبني حوار جدا اللي هو سيدي مود. هنا في الموبايل ده بيصور ل 8K وبيصور ل 4K. مثلا موبايل 110 تي برو كان بيصور اخره 1080 فريم عشان يعمل سي دي مود اللي هو عشان الكاميرا ما تهزش. فهنجربها دلوقتي، هنجربها ب 4K. يلا بينا. مبدئيا كده اكيد لازم اجرب السي دي مود اللي هو مثلا اقعد اهز الكاميرا دي، فانا مش حاسس باي هزات كده مش عارف. لو انت شفت اصلا في الكاميرا هتلاقيه بيهز جامد. الهزات دي كلها تعتبر الموبايل تمام 100 لا 13000 تمام بالهزات دي كلها، فلا اشتري. واكيد مش هنسى اجرب السلو موشن اللي برضه ابهرني زي ال 110 تي برو. معنى الكاميرا يعني انتوا لو ملاحظين ان اكني بعمل سيف مش ميه خالص، برضه ابهرني جدا. ولقيت منظر قطه فقلت لازم اصورها وهي بتاكل، ويبين جدا السلو موشن وهي مثلا لسانها بص نازل كده. فلا الموبايل ده بيعمل عظمه. ما لقيتش اختلاف بينه وبين التاني، بس لا في عظمه في شاومي اللي انا اول مره استخدمه من 7 سنين. واكيد مش هفوت اللي انا اجرب برضو برنامج الفلوجز اللي في الكاميرا اللي هو اصلا مش في الايفون، وده اللي مضايقني جدا. المره دي قلت لازم اجرب حاجه جديده، اجرب مثلا دريمز. مثلا هروح مثلا هنجربها كده بالعرض، لازم بالعرض، او خلي بيسحب انه بيرفع الجاكيت. ارفع. خد الحته بتاعته. ودلوقتي هروح مثلا عند الابراج نايل سيتي، خد الحته بتاعته وصورني بقى بنقوم. معلش انا كمان بقى عظمه بيتصور. وبعدين قلت اصور حته الشجر دي، بس هو بيكمل نفسه بنفسه بقى.
وده كده احنا خلصنا الفيديو كله، فيديو سريع جدا جدا جدا، مش زي التاني كان 9 دقايق. انا حاولت اعرف لكم السيلفي ايه اخباره، الوايد انجل ايه اخباره، المايك ايه اخباره، اللي هو فاجئني بمعنى الكلمه، سلو موشن، ازاي نعمل فلوجز، كل ده في الفيديو ده. الفيديو ب 13 وحاجه، بس بجد يستاهل يستاهل، وزي ما بيقولوا الفلوس ثمنه فيه. فلو انت عايز تشتري ده وعايز تبتدي اليوتيوب والشانل بتاعتك، فلا ابتدي اشتري ده وانطلق فيه وعيش حياتك، وهتاخد صور، هتاخد فيديوهات، هتاخد كل حاجه بمعنى الكلمه. في اخر الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وكومنت، ولو عايز تتابع برضه حتى على موبايلات عاليه اهو الشانل بتاعته فوق. وشكرا لابانوب صاحبي اللي هو ساعدني النهارده في التصوير، واللي هو اداني الموبايل ده عشان اعمل عليه ريفيو. شكرا ليكم وسلام.